أوقات كتيرة بقعد أسأل نفسي، هل أنا كنت أستاهل كل اللي بيجرالي منهم؟ هل أنا فعلا كنت أستاهل كل اللي بيحصل لي ده؟ أسرح مع نفسي وأرجع أقول هو أنا عملت إيه عشان أشوف منهم كل الحقد والغل والغيرة دي. ولما بقعد مع نفسي أكتر وأرجع أسأل نفسي تاني، أنا كنت أستاهل كل اللي حصل فيا منهم؟ بلاقي إن أنا ما كانش ليا ذنب أبدا غير إن أنا حبيتهم بزيادة قوي، اديتهم قيمة مبالغ فيها، بديتهم على نفسي وقدرتهم، حبيتهم من قلبي، كنت بفضلهم عليا وعلى غيري، وكنت بديهم من وقتي وزيادة. يمكن ده كان ذنبي الوحيد، ده كان الذنب الوحيد اللي أنا عملته، إني حبيت اللي قدامي أكتر من اللازم، وإني قدرته قوي بزيادة لدرجة من كتر تقديري ليهم شافوا نفسهم عليا وبلغوا في إن هم يأذوني، وما بقوش يحسوا حتى بالذنب في اللي بيعملوه. هل احنا لما بنحب اللي حوالينا بزيادة بنديهم فرصة ان هم يأذونا ويطعنونا وما بيحسوش حتى بالذنب؟ لما بقعد مع نفسي واسأل نفسي هو ليه بيحصل ده كله، هل انا استاهل ده كله، بلاقي ان انا ما عملتش حاجة استاهل عليها كل اللي بيحصل فيا ده. لكن في نفوس مريضة ما فيش جواها غير الغل والحقد والغيرة، ناس ما بتحبش الخير لغيرها، ما بتحبش غير نفسها. وفي ناس ما بتبقاش مستحملة انك تحبهم بزيادة وتقدرهم بزيادة وتديهم قيمة بزيادة. في ناس ما تعودتش كده، ما تعودتش انها تتعامل بالطريقة دي. فعشان كده ما تزعلش، لان انت عملت اللي عليك وما قصرتش. اوعى تلوم نفسك او تجلدها.